مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناتي كوكينج وذ صفاء. إذا كنتوا لأول مرة عم تشوفوا هالفيديو بتمنى منكم تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. وصفة اليوم هي وصفة مميزة جدا وخصوصا للي بيحبوا الأكلات الحادة. رح نساوي مع بعض جناحات الدجاج المشوية بصوص البافلو. خليكم معي لآخر الفيديو لحتى تشوفوا كيف طريقة التحضير رح تكون. نظفت الجناحات وغسلتهم منيح وجففتهم تماما من المي. بضيف عليهم ملح، فلفل، توم بودرة وبصل بودرة وبخلطهم مع بعض لحتى توزع البهارات على كل كمية الجناحات. هلأ رح غلف الجناحات بالطحين مع شوية بهارات. حطيت كوب ونص طحين وضفت عليهم ظرف بيكنج باودر، معلقتين كبار كعك مطحون وملح وفلفل. رح ضيف عليهم الجناحات وبقلبهم منيح لحتى أتأكد إنه تغلفوا الجناحات تغليف كامل بالطحين. آخر إضافة هي نص كوب زيت رح أضيفه على الجناحات وبقلبهم مع بعض وأتأكد إنه الزيت توزع على كل الكمية. لشوي الجناحات رح حطهم على رف الفرن من النص وبكون الفرن شغال فوق وتحت من قبل واتركه لمدة 20 دقيقة وبروح لحضر صوص الرانش وصوص البافل. لتحضير صوص الرانش رح نحتاج تقريبا كوب لبن. رح ضيف عليه شوي مي وأخفقهم مع بعض. بعدها بضيف عليهم معلقة خردل ونضيف البهارات توم بودرة، بصل بودرة، فلفل وملح. وآخر شي بنضيف نص كوب من الثوم الأخضر المفروم ونخلطهم مع بعض وهيك بيكون صوص الرانش جاهز. لتحضير صوص البافلو رح نحتاج علبة صوص حد كبيرة. أنا عندي بالبيت ما بيحبوا الحد لهيك استبدلت علبة الصوص الحد بالكاتشب وضفت لها 3 معالق كبيرة صوص حد مثل ما شايفين بالفيديو. أما المكونات الأساسية لصوص البافلو رح تلاقوها موجودة بصندوق الوصف. وهلأ رح نضيف 3 معالق من ورشسترشاير صوص. خفقت معلقة كبيرة نشا بنص كوب مي ورح أضيفها بالتدريج مع التحريك المستمر لحتى أحصل على صوص ناعم القوام. رح أترك الصوص يغلي على النار لمدة دقيقتين لحتى يتسبك وضيف عليه معلقة صغيرة فلفل ومعلقة صغيرة ملح. وهلأ بطفي النار وبضيف معلقة كبيرة زبدة وبدوبها بقلب الصوص. شايفين كيف القوام لازم يكون؟ وهي الجناحات صاروا مشويين وجاهزين. وهلأ رح نسقيهم بصوص البافلون اللي حضرناه ومنقلبهم منيح ومزينهم بالثوم الأخضر المفروم ومنقدم جنبهم صوص الرانش. وهي هي وصفتنا لليوم صارت جاهزة. عن جد بنصحكن تجربوها لأنه نكهتها ولا أروع من هيك ما فيني أوصفها. جربوها واكتبوا لي رأيكم بالكومنتات. وإذا حبيتوا الفيديو وطريقة التقديم ما تنسوا تدعموني بلايك واعملوا شير للفيديو. تابعوني على انستغرامي رح اترك لكم الرابط بصندوق الوصف وانتظروني دائما بوصفات جديدة.